السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش تصلوا كده على النبي حبايب قلبي اول حاجة، وتشتركوا في القناة وتحطوا لنا اللايك الجميل بتاعكم، ما تنسوناش فيه. بصوا حبايبي، انا لقيت معايا فلوس فاضلة من فلوس الشهر. قلت ايه؟ طب ما انا بدل ما اخليها انا اجيب بيها ايه حاجات، ان انا ايه اشيلها للميزانية بتاعت الشهر. قلت ايه، انا عندي اصلا حاجات رز وسكر وكل حاجة، بس انا قلت اجيبهم واخليهم للشهر اللي جاي، بحيث ان انا لو عايزة اجيب اي حاجة الشهر اللي جاي ليا او لبنتي او في حاجة في البيت او اي حاجة تانية للبيت ناقصها، انا ما يبقاش ان مثلا ايه في حاجة قل معايا في المصروف. طبعا كل واحدة انا عايزة اقول لكم ان هي بتعيش على قد مرتب جوزها وعلى قد الدخل بتاعه. يعني مثلا في واحدة بتقبض، مثلا جوزها بيقبض بالاسبوع، وفي واحده جوزها بيقبض بالشهر. انا بتكلم عن نفسي عشان انا جوزي بيديني الفلوس كل شهر. انا دلوقتي لما لقيت معايا في فلوس متفضله، انا عندي حاجات، بس انا قلت اجيب حاجات تانية، بحس ان ايه حبايبي، ان الحاجه مش بتخسر، وبعدين كل يوم الحاجه في الطالع. يعني مثلا الرز دلوقتي كان من 18 جنيه وصل دلوقتي 27 و 28 جنيه. فطبعا انا لما اجيب حاجات وارميها في بيتي اخزنها، انا هتنفعني اصلا بعد كده. يعني مثلا لما اجي اجيبها انا هجيب تاني وهيبقى بنفس الغلو اللي هو كل يوم الغلو بيبقى فيه، بس انا اركن شوية حاجات عندي احسن من الفلوس. لان الفلوس هروح ممكن ما اجيبش الحاجات مثلا بالكمية دي مثلا كلها، ممكن بدل ما اجيب الحاجات دي هجيب اقل لان الحاجة اصلا سعرها غالي. فانا دلوقتي رحت فتح الله، عايزه اقول لكم ان فتح الله فيه اسعار غاليه، يعني في حاجات غاليه انا لقيتها غاليه. وفي الماركت بيبقى في بندق عندنا كده ماركت ده بيبيع حاجات رخيصه. قلت ايه، اشتري شويه حاجات واخليهم دول هينفعوني للشهر اللي جاي. طبعا الحاجه بتغلى، فقلت طب ليه بدل ما اخلي الفلوس معايا انزل اجيب شويه حاجات. تمام. بصوا، انا جبت برطمانين الصلصه دول، الواحد كان ب 15 جنيه. جبته انا لما بقى انا كده كده مخزنه اصلا طماطم في الديب فريزر، بس انا لما بطلع اعمل اكل ما يخسرش ان انا ممكن احط معلقه صغيره تخلي لي برده الطبيخ او الاكل معايا. فطبعا الصلصه كلنا ما نقدرش نستغنى عنها. انا جبت برطمانين صلصه ب 30 جنيه. تمام. وجبت حبايب قلبي المكرونات ديت، انا بحب المكرونه قوي اللي هي جنيه، لقيتها في فتح الله ب9 جنيه. يعني انا في فتح الله في حاجات بتبقى غاليه وفي حاجات بتبقى رخيصه. جبت كيس المكرونه لما لقيته ب9 جنيه، جبت منه الكيس اللي هو دوت الاسباجيتي، وجبت اللي هم دوت عشان انا بعمل لبنتي بتحبها منها بمكرونه مثلا بشوربه وعليها مثلا كبد وكده. وجبت اللي هي الملكة برضو الجميلة، لقيته ب9 جنيه. جبت كام كيس؟ جبت كيس 2 3 4 5 والسباكيتي 6. تمام. لقيت ايه كمان حبايبي، لقيت كيس المكرونه دوت جميل. يعني المكرونه اصلا لما تيجوا تاكلوها خفيفه قوي، جربوها هتعجبكم، هتدعوا لي كمان. المكرونه ديت تحسوا اللي ما فيهاش نشويات، لما بتيجوا تسلقوها تعملوها مثلا مكرونه بالبشاميل، تعملوها مثلا مكرونه بالصلصه، بحس ان هي مهما باكل فيها هي خفيفه. الكيس دوت كان عامل 19 جنيه. طبعا دوت اقل من، يعني هو اصلا كيلو ب 19 جنيه اهو، كاتبين اهو الحجم كيلو. تمام. جبت واحد. جبت ايه تاني يا بنات؟ انا عندي شعريه، بس ما خسرش ان انا جبت كيس الشعريه دوت. لقيت برضو كيس الشعريه دوت ب9 جنيه. يعني كل حاجه اصلا كان سعر واحد. كيس الشعريه دوت انا جبته صغير لان انا جايبه واحد كبير، فقلت اجيب واحد صغير. تمام. جبت ازازة الزيت ديت عاملة 75 جنيه، اللي هي زيت الكريستال دوت، عامل اللي هو عباد، عامل بصوا هو خفيف وحلو قوي، عامل 75 جنيه. ده ممكن بحط نقطة على الرز بعمل بيه الاكل. تمام. الزيت دوت عامل 32 جنيه، معلش عاملة 32 جنيه الازازة. جبت 3 اهم، جبت 3. وجبت الرز دوت
جبت 5 اكياس. تمام. الكيس كان عامل 23 جنيه، معلش يعني كان عامل 23 جنيه. انا لقيته سعر برضو رخيص، كان في فتح الله عامل 23. تمام. انا جبت 5 كيلو اهم دولت. انا عندي اصلا رز بس انا قلت اجيبهم واشيلهم، والشهر الجاي برضو اجيب. كل ما الحاجه ما بتبقى سعرها قدامكم قاتوا احسن من الفلوس. جبت 5 كيلو. تمام. انا اسفه، في ازازه زيت تانية اهي اللي هي ام 43. انا كده جبت كام؟ جبت الكريستال، جبت 4 من دول اهم، وجبت الكريستال كده واحده انا ما كنتش واخده بالي منها، وجبت 5 اكياس سكر. بصوا حبايب قلبي، السكر كان عامل 19 ونص. كيس السكر كان عامل 19 ونص. جبت 5 كيلو برضو حطيتهم. انا عندي سكر بس قلت برضو اجيب 5 كيلو. تمام. وكنت جايبه كيلو البلح ده عامل 32 جنيه. البلح دوت البلحيه اللي هي الناشفه مش الطريه، انا بحبها عشان بعملها باللبن بفطر بيها. تمام. جبت كيلو حطيته كده ايه في العلبه اهو معاكم. تمام. بس بصوا حبايبي، انا كل ما يبقى معاكم فلوس ما تشيلوهاش، هاتوا بيها حاجات واركنوها. انا لما جبت الحاجه دي كده دلوقتي الحاجه دي هتنفعني اصلا، لان الشهر الجاي انا مش هجيبها. ولو لقيت معايا فلوس زياده ممكن اجيب كيس سكر، كيس رز. حاولوا انكم انتوا تدبروا اموركم على قد ميزانيه جوزك لما بيديك الفلوس. حاولي ان انت تمشي نفسك، لان العيشه بقت غاليه، وطبعا اللي معاه اطفال برضو الله يعينه. انا من اللي عايزه، كل اللي انا عايزه اقوله ان مش عيب ان احنا نوفر في اي حاجه. يعني انتوا لو بتعملوا مكرونه، انتوا مثلا 3 افراد هتعملوا مثلا كيس مكرونه، الكيس المكرونه هو في طقتها مثلا هتاكلوه. ما نعملش كيس مكرونه من اللي هو الكيلو الكبير ناكل نصه ونرمي نصه، لا حرام، لان الحاجه غاليه. فاحنا ما معناش ان احنا كل شويه هنجيب مثلا في خزين بيت، لا، ما احنا اكيد لنا احتياجات تانية، لنا لحوم، لنا فراخ، لنا سمك، لنا متطلبات البيت. ولادنا ليهم برضو طلبات علينا ان احنا مثلا نجيبوها لهم. فاحنا المفروض ان احنا مثلا بنلم مثلا الشهر ده جبنا حاجة، ممكن الشهر اللي وراه هنجيب مثلا حاجة تانية. وما تنسوناش حبايب قلبي في اللايك بتاعكم الجميل، عشان انتوا اللي بتشجعوني ان انا اعمل لكم كل يوم روتين جديد. ويا ريت تقولوا لي ان انا كلامي صح في التعليقات ولا لا، ان احنا لازم نوفر ولازم نعيش على قد الدخل بتاع جوازنا، وان احنا ندبر نفسنا. الست الشاطرة اللي تعرف تمشي نفسها. يعني انا من ميزانيه الشهر بتاعي انا اتفضل معايا فلوس ان انا اجيب. انتوا حبايبي ازازه الخل دي لقيتها كانت عامله 10 جنيه. تمام. انا برضو جايبه وقلت اجيبها. تمام. انا يعني الحاجات دي كلها اكيد هتنفعني. خزين طبعا انتوا عارفين ان ازمه الزيت وازمه السكر والحاجات عندنا ايه. فحبايب قلبي، انا برضو بديكم نصيحة، أنا أختكم، وقولولي برضو يا بنات في التعليقات تحت أنا كلامي صح ولا غلط. إن إحنا لازم كل ما يبقى معانا فلوس متفضلة ما نشيلوهاش ولا نخلوها، لا نجيب بيها حاجات هنيجي الشهر اللي وراه هنحس إن إحنا الحاجة اللي جبناها كانت مش بفلوس عن الشهر. كل شهر أو كل ما ننزلوا نجيبوا حاجة الحاجة بتبقى غالية. متنسوناش في الاشتراك وفي اللايكات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.